صحيح فيها فاول، لكن لازم نكون اقوى من كده، لازم نكون يعني عندنا تركيز اكتر وقوه اكتر. ايمن حفني لستانلي لناصف، على طول كرة حلوة قوي، وادي امامنا باولو، لكن في راية وتسلل. ادي لأول مرة حسام باولو يتم وضعه في هذه الوضعية والكيفية. كرة طبعا هدف ملغي بداعي التسلل. شوف الهجمة، ادي حفني لستانلي لناصف، ولا فيها حاجة ولا فيها الهوى، ما فيهاش ابدا. هدف صحيح للزمالك بيلغى في الدقيقة 74. يا عم المساعد ايفانالدو دوس سانتوس، يعني اعتقد لازم تراجع نفسك. راية وتسلل غير صحيح. لحظة ما مرر محمد ناصف لم يكن حسام باولو في وضعية تسلل، سدد الكرة الوحيدة اللي جات له في وضعية المحببة ليه كمهاجم وهداف. هدف ملغي للزمالك صحيح في الدقيقة 74 بداعي التسلل الغير صحيح. خطر جدا هذه الهجمه، وادي امامنا خطير خطير خطير. يا راجل حرام عليكم، مش معقول الاخطاء المتكرره. براين اميديو بيسجل في هذه اللحظات هدف التقدم في الدقيقه امامنا 75. الدفاع الزملكاوي هنا فين التغطيه؟ فين الكرات؟ الكره الراجل مشي براحته قوي وسلم اميديو واحمد توفيق في اللقطه الماضيه، مفيش تغطيه دفاعيه، وبراين اميديو بقى جات له يعني على القدم المحببه واسكنها الشباك عشان يتقدم كابس يونايتد بهدف تقدم. بص حضراتكم هنا وسط الملعب، ريكو مش لاعب وسط مدافع. وادي امامنا هنا ثمن طبعا غالي النهارده دفعه نادي الزمالك يعني الاختيار التشكيله لم يكن الاختيار الامثل. وادي امامنا هنا براين اميديو، والكره صعبه المره دي، وصلت للراجل براحته جدا وبالقدم اليمنى قويه في مرمى احمد الشناوي عشان يتقدم كابس يونايتد 2-1. دفاع غير متفاهم، ودفاع الزمالك في حاله توهان مع قصور في وسط الملعب. ادي عباس اميديو صاحب هدف، وانذار لاميديو في طبعا وقعه يعني احتفاله بهدف التقدم. نفس التوقيت تقريبا بتاع هدف اللاعب بافومبادزي في الشوط الاول في الدقيقه 31. ستانلي عادل في الدقيقه 44. اميديو يسجل من الخطا القاتل في الدقيقه 75. هدف ملغي لحسام باولو، لا نذكر يعني الجماهير بمثل هذه الامور، لكن يعني لابد ان يكون هناك وقفه من جانب لاعبي نادي الزمالك في الاداء والاخطاء المتكرره في هذه المباراه. احيانا مدرب يكون عنده يعني قصور في التشكيله او عدم تقدير الامور بشكل صحيح، لكن يعني مش هنحمل ايناسيو لان في بعض اللعيبه الكبار بيقعوا في اخطاء كبيره واخطاء فادحه. وكابس يونايتد اللي